يا برج الثور، ايه اللي هتشتريه او هتكسبه في شهر اغسطس 2026؟ وممكن انك انت يكون مفاجأة حلوة جدا ليك وتفرحك. خلي بالك ان لو كسبت فلوس او جات لك فلوس، لان ده هيحصل ان شاء الله الشهر ده. حاول انك انت ما تصرفهاش كلها، وحاول انك انت تفكر كويس. الشهر ده بتتعرض لموقف بيخليك لازم تاخد قرار بسرعة وما تفكرش. مع ان الثور بيحب ياخد وقته في التفكير، لكن المرة دي هتضطر انك انت تاخد قرار سريع. لو انت في علاقة، العلاقة بتستقر اكتر، وهنشوف دلوقتي لما نفتح الكروت. ولو انت سنجل، في علاقة جديدة بتبدأ وبتكون جميلة جدا ان شاء الله. اقوى فترة عندك من يوم 18 ليوم 23 اغسطس. الفترة دي بتضطر انك انت تاخد قرار حاسم في حاجة مهمة جدا وتهمك. فكر كويس وحاول انك انت تنتهز الفرص، وحاول انك انت لما تجيلك حاجة حلوة تستغلها صح. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. برج الثور، وقراءة مفتوحة لآخر شهر أغسطس 2026. برج الثور، بتفتح القراءة وانت يا حبيبي يلي بتسمعني محتار في طاقة انفصال. هل انتم منفصلين دلوقتي؟ يا ريت تسيبولي في الكومنتات وتقولولي اذا كنتم منفصلين او لا، واذا كنتوا آم آم بتفكر في الانفصال. وتقولولي برضو بتشوفوني منين. طيب، برج الثور دلوقتي محتار ما بين قرارين، يا إما يرجع لحبيب قديم، يا إما ينفصل من العلاقة اللي هو فيها. قرار محيرك جدا يا برج الثور، وقاعد مش عارف تعمل ايه، وبالرغم من كل ده قافل قلبك وواخد موقف دفاعي جدا في الموقف اللي انت فيه ده. رجوع حبيب مفاجئ بيخليك تقول اصبر وافكر اكتر. طيب يلا بينا ناخد رسائل من الكروت ونشوف بيقولوا لك ايه. بيقولوا لك خلي بالك ان عندك باشون او عندك مشاعر بتتوهج، وفي كيمياء بتحصل ما بينك وما بين حد لاخر شهر اغسطس. وبيقول لك كمان ان في وفرة مادية جامدة جدا، فحاول انك انت تشكر ربنا عليها وتتصرف فيها صح. كمان بيقول لك ان في حب غير مشروط بيظهر في طاقتك وبتعيشه الشهر ده. طيب، حد بيوضح لك جدا او بيفاجئ او بيصارحك بحب ومشاعر حب. لو انت واحده ست بيقولك او بنت، بيقولك انك انت هتكوني فيكي انوثه طاغيه وجذابه جدا. وبيقولك انك انت بتدوري على العيله والاستقرار، كل همك الشهر ده ان عايزه تستقري بشكل كبير. كمان الرسالة بتقول مش مهم احنا الحياة عاملة ازاي، المهم ان احنا نستمتع بيها بكل ما فيها بحلوها وبمرها. كمان حاول انك انت يا برج الثور ما تضيعش وقتك، علشان اللي جاي هيحتاج منك تصرف سريع زي ما قلنا في القراءة في الأول. براير بيقولك حاول انك انت تصلي وتدعي كتير علشان روحانياتك عالية جدا الشهر ده، ودعواتك ان شاء الله تكون مستجابة. بيتخلى برج الثور عن اي حاجة بتزعله، او اي حاجة كانت بتنكد عليه الايام اللي فاتت، وبيفكر بطاقة ايجابية ان شاء الله الوقت اللي جاي. في تحذير من حاجة ممكن تحصل تعكنن عليك شوية، لكن بتقدر ان انت تتخطاها ان شاء الله، لانها بتكون حاجة صغيرة مش حاجة كبيرة. كمان بيقولك ان في حاجة هتكتشفها الشهر ده. حاول انك انت تستفيد بالاكتشاف اللي انت هتكتشفه. انت اللي هتكتشف حاجة عن حد، فحاول انك تستفيد بالاكتشاف ده وتستغله صح لصالحك. كمان حبيبك بيقولك الغلط كان غلطه، بس لام عليك انت يا برج الثور. وبيقولك كمان انا نفسي احس الاحساس ده تاني. وبيقولك انا كنت عارف كويس قوي انا بعمل ايه وانا بعمل كده. وبيقولك كمان انت مش قادر تعرف كان صعب عليا قد ايه اسيبك تمشي. طيب بيقولك ايه كمان، ناخد رسالة من الكروت دي.
حبيبك يا برج الثور بيكتب رسائل كتير وبيمسحها، وكمان بيقول لك ساعات أنا مش قادر أتخيل حياتي من غيرك، بقعد أفكر فيك ومش عارف أتخيل حياتي تكمل كده من غيرك. وبيقول لك كمان أنا كنت بحلم بمستقبل معاك وما زلت مستقبل جميل نعيشه سوا. وبيقول لك برضو إن مشاعره لسه زي ما هي لغاية دلوقتي، واضح إن ده حبيبك القديم اللي راجع اللي احنا شفناه دلوقتي. طيب مكملين، حط بقى نيتك على حد فيهم، مش معقولة كده، علشان ايه؟ نركز، خلينا نركز. طيب يعني هو أول واحد طلع لنا حبيبك اللي راجع ده، بيعرض عليك بداية جديدة وبيعرض عليك ترسيم أو زواج، وبيقول لك وبيبرر لك ظروفه، وبيقول لك إن كان في طرف ثالث واقف في العلاقة، ربما تكون الأم وربما تكون حد من العيلة عنده، ويمكن يكون كان متزوج. هي واحدة ست في الأغلب كانت واقفة في العلاقة، وكان مش قادر يعمل ايه ومش قادر يتغلب على الموقف ده، لذلك كان مكتوف الايدي وكان واقف مكانه وموقف العلاقة، وجاي دلوقتي علشان يديك كاس الحب يا برج الثور، جاي يغدقك بحب، حب في حب. انت قافل خالص، كنت عامل بلوكات او كنت قافل على الموضوع ده خالص، بيرجع الموضوع ده يصحى من اول وجديد، وبيرجع الشغف من اول وجديد يتعاد، وبترجع تقول انا حبيبي محتاج يشتغل كتير على العلاقة دي علشان خاطر ارجع اقول له انت حبيبي، محتاج ان هو يعمل حاجات كتير قوي، ومحتاج ان هو ياخد خطوة جدية. الموضوع بالنسبة لي مش كلام، الموضوع بالنسبة لي افعال. آه هو عارف انك انت هتحاسبه هتعاتبه، عارف كده كويس جدا، ودرس الموضوع كويس قوي قبل ما يجي ويتكلم معاه. هيجي وهيبرر وهيقول لك ان انا صبرت كتير وكان عندي صحيح اختيارات كتير، لكن ما كانش فيها حاجة، اي اختيار في صالحنا، ما كانش فيه ولا اختيار من الاختيارات اللي هو قررها في صالحكم. في فعلا لم شمل وفي احتفال بلم الشمل، في كلام انت مش قادر تنساه يا برج الثور، وحاسس انك انت جواك حب كبير بس مجروح جدا، مجروح منه، حاسس ان هو جه متأخر في وقت متأخر، وفي نفس الوقت بتقول انا مش عارف اخد القرار ده ولا لأ، هل البداية دي هتكون لصالحي ولا لأ. في كلام حلو جدا بيحصل ما بينكم، طاقتكم تقريبا نفس الطاقة، حب كبير في الطاقة دي شايفاه، بس انت محتار ومحتاج فعلا انك انت هتاخد وقت لنفسك، ومش عارفة انت هتقرر ايه، كل واحد على حسب ظروفه يقرر ايه، لكن انا شايفة ان انت بتحب حبيبك ده جدا، وشايفة ان هو فعلا صادق في مشاعره، يعني اذا كان قالك كده هو فعلا ناوي ان هو يبدأ بداية جديدة معاك، فعلا ناوي يرسم العلاقة، فعلا ندمان ان هو سابك لوحدك وجرحك، عارف كده كويس جدا، وعارف اللي انت مريت بيه، وعارف قد ايه انت بتحبه يا برج الثور، علشان الحب الكبير اللي جواك هو راجع عشان متأكد من حبك ليه. القرار في الأول وفي الآخر يرجع لك، أنت حر، إذا كنت تهد علاقة أنت موجود فيها دلوقتي وترجع لحبيبك ده، دي حاجة ترجع لك. طيب مكملين يا حبايب قلبي مع مواليد برج الثور، وحلوة القراءة بتاعتك جدا يا برج الثور، وبجد عجبتني. يا رب يا رب يكتب لكم كل الخير يا حبايب قلبي، ويا رب يكون في فعلا بداية جميلة سعيدة ما بينك وما بين حبيبك. طيب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل يا برج الثور، هل بتقابل حد جديد قبل اخر اغسطس 2026 ولا لا؟ بتقابل حد بس يعني مش عارفة بقى، بيحصل خناقة، بيحصل شغف، بيحصل مش عارفة، يعني هو بتقابل حد بيسبب لك سعادة كبيرة جدا، لما بتقابله الأول بتكون في زي حاجة بتحصل، وبعد كده بتحصل سعادة، بتكون حاجة جميلة. طيب هل لو انتم مرتبطين ومنفصلين دلوقتي، هل في رجوع قبل آخر شهر أغسطس ولا لأ؟ أيوة إن شاء الله، وفي لم شمل جميل جدا يا برج الثور.
طيب حط أي سؤال في عقلك وبالك يا برج الثور نشوفه سوا إجابته آه ولا لأ. محتار، انت محتار. الموضوع ده اللي انت سألت عليه مسبب لك حزن كبير، بس في حاجة قدرية بتحصل في الطاقة دي أو في السؤال ده وبتسبب لك سعادة كبيرة. شكرا حبايب قلبي برج الثور ونورتوني.